انا النهارده جايه اعترف لكم اعتراف عني. انا يا جماعه مدمنه شراء اي حاجه وكل حاجه بشتريها، هدوم، شنط، شوزات، كين كير، اشاربات، مكملات حجاب، وادوات مطبخ واكسسوارات. يا نهار ابيض ما بخليش الموضوع بجد، بحس انه حاله نفسيه. اول ما بنزل اتفرج على المحلات ببقى مبسوطه وفي عز سعادتي، وافضل اشتري اللي محتاجاه واللي مش محتاجاه. بعد ما بروح البيت بيجي لي حاله ندم ان كان ممكن استغنى عن الحاجات دي كلها، لان فعلا بيكون عندي في البيت اللي مكفيني وزياده، وازعل قوي ان انا ما عرفتش اكسر قرش على جنب للزنقه. دي كانت رساله من متابعه ونفسها انها تلاقي حلول. الرساله شكلها ظريف ولطيف ودمها خفيف، بس الحقيقه ان الموضوع ده ليه جوانب كتير قوي، هحاول اتكلم فيها معاك. اول حاجه، ليه بيحصل لنا الهوس بالشراء ده؟ اولا احنا عايشين في عالم كله تسويق وخصومات، اشتري واحده وخد الثانيه هديه. طب ما انا مش محتاجه واحده اصلا، بس بقى لا، لقيته ده عرض يبقى لازم اشتريه. تاني حاجه، احنا بينا وبين بعضينا بنبص، ودي حاجه غصب عننا. تلاقي صاحبتك لابسه شنطه جديده ولا بلوزه جديده، يجي لك جنان، تفضلي وراها لغايه ما تعرفي كل البيانات، اشتريتيها منين وبكام، وتبص تلاقي نفسك بتشتريها وخلاص زيها. اهم نقطه بجد ان كتير مننا بيشتري مش عشان محتاج، ده احنا بنشتري علشان مبسوطين او زعلانين. الشوبينج بيتحول لعلاج نفسي، وساعات بيبقى ملل مش عارفه تعملي ايه، فعشان بقى تخرجي نفسك من حاله الملل دي يبقى لازم تنزلي وتتمشي وتشتري. السؤال التاني، احنا هيحصل لنا ايه لو فضلنا نشتري عمال على بطال؟ لو بتشتغلي مرتبك هيطير من اول اسبوع في الشهر، وبص تلاقي نفسك اكتئبتي اكتر عشان معكيش فلوس. طب لو ما بتشتغليش هتكملي بقيه الشهر خناقه ومشاكل وتقطيم من جوز انك ايدك مخرومه وضيعتي مصروف البيت على تفاهات، وتقعدي تقولي لنفسك يا ريتني ما اشتريت، انا صرفت ليه، وتأنبي في نفسك ليل ونهار، وتبصي للدولاب وتبقي كارهه عيش. لا منك عرفتي تلبسي اللي اشتريتيه وتتبسطي بيه، ولا منك عرفتي توفري وتمشي بيتك. شوفي بقى انت الكركبه اللي بقت في كل حته، ده انت عايزه دولابين فوق دولابك وجزمتين فوق جزمتك، والحاجه بتفضل بالتيكت بتاعها شهور وما لحقتش تتلبس. خلاص كده اتكلمنا في كل حاجه، تعالوا بقى نشوف هنحل اللي حصل ده ازاي. قبل ما تنزلي تبصي في دولابك كويس، شوفي ايه اللي ناقصك بجد، واكتبي لسته بيها، وده هتعمليه في كل حاجه في دولابك، شنطك، شوزاتك، اكسسواراتك، لبسك، طرحك، كله، وهتشتري اللي كتبتيه وبس. معلش هي اول مره، وبعد كده هيبقى لايف ستايل. الشوبينج الاونلاين وخصوصا بالليل قبل ما تنامي، الساعه اللي بتقضيها وانت ماسكه موبايلك على السرير دي عارفاها، اوعي تفتحي اي ابلكيشن شوبينج ولا تبعتي مسج لاي حد تطلبي حاجه. تهدي بالله كده واصبري للصبح، اكيد هتغيري رايك. كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح، اصبري بقى كده للصبح وهتغيري رايك، عشان احنا اتفقنا من شويه ان الموضوع نفس. خلصنا ده، جربي تعملي تحدي مع نفسك ومع صاحباتك اللي عاملين زيك كده بالظبط. هنسمي التحدي لا شراء لمده شهر، ونشجع بعضينا. الشهر ده مش هنشتري غير الاساسيات، وكل ما نفكر نشتري حاجه جديده بدل ما نشتريها نحط فلوسها على جنب، ونشوف اخر الشهر مين اشطر واحده مسكت نفسها وما اشترتش وحوشت. واحده واحده هتتعودوا كلكم، وهفضل اقول لك ليل نهار حوشي وجمعي قرش على قرش، واشتري لك حته دهب ان شاء الله نص جرام، والله هتفرق معاكي جدا. احنا ستات كلنا وعارفين ان الشراء بيظبط المزاج، وطبعا انا معاكي انك تدلعي نفسك وتبسطيها، بس انا ضد الاسراف بصراحه. نتمتع ونتبسط بس بالعقل. قولوا لي بقى بصراحه، لو حد منكم عنده هوس الشراء زي صاحبه الرساله كده، يا ترى بقى بتحسوا بالندم بعد ما بتشتروا ولا ماشيينها بالبركه كده كده؟